بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قلت فرصة بقى وإحنا بنخلل الزيتون أقول لكم على تفسير رؤية الزيتون في المنام. الزيتون في المنام بيدل على الخير والرزق والبركة والمال الحلال. لو شخص حلم بشجرة الزيتون بيدل على بتدل على منفعة لأهل بيته، وعلى إن في بركة في المال وبركة في الأهل. والزيتون اللي هو بيكون مثمر ومستوي على الشجر بيرمز إلى الرزق والخير. لكن لو الزيتون لونه أصفر فبيدل على الهموم والأحزان. والزيتون لو مستوي ده بيدل على الرزق السهل وعلى السرور والأخبار السارة المفرحة. لكن لو حد حلم إن هو بيعصر زيتون ده بيدل على متاعب ومشقة هيمر بيها الشخص اللي حلم بعصير الزيتون. ولو واحدة حامل حلمت بعصير الزيتون دي بتبقى ولادة سهلة ليها. شرب زيت الزيتون في الحلم من المنذرات بيدل على سحر أو مرض. ولو حد دهن جسمه بزيت الزيتون ده شفاء من الأمراض. ولو حد ماسك غصن الزيتون ده ان هو بيستعين بقرايبه وبيعتمد عليهم، وان هو ما بياخدش قراراته لوحده، بيتسند على اشخاص في حياته، اصدقاء او اقارب بيكونوا سند ليه. ولو شخص حلم ان هو اكل الزيتون ده بيدل على البركة والخير، وان في اخبار مفرحة هيسمعها في القريب العاجل، وأمنيات كان صعب تحقيقها إنها إن شاء الله هتتحقق. يا رب دايما كده يجعلني أبشركم بالخير.